يا صباح الفل، يا صباح الياسمين، يا صباح أحلى اخوات وأحلى متابعين وأحلى أم وأخ وأخت وأب اشتركوا لي في القناة، دايما منوريني ودايما تاج على راسي. ما يلا نصلي بينا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. تعالوا بقى نشوف النهاردة يوم بسيط وفيديو بسيط، فيديو بسيط جدا جدا، فيديو يعني غدوة سمك، يعني غدوة اقتصادية كده وتمشي وعلى قد الإيد، ودايما الحمد لله وبنشكر ربنا وفضله الحمد لله على كل خير. وأنا جبت فضلة خيركم بقى النهاردة يا بنات 2 كيلو سمك إجباري. هو ده يعني هو ده هتاكلوا ده يعني هتاكلوا ده. خلاص أنا بقى إيه، نضفته وغسلته كويس جدا تحت الحنفية، سايباه بقى مع نفسه كده ياخد ويدي، وعصرت عليه ليمونة كده. ونعمل بقى التتبيلة، فلفل وتوم وكزبرة وكمون وملح ومرق الدجاج. وهنحط بقى ايه تاني، هندقهم كويس اوي في الكبة او في الهوم بتاعك حسب ما انت تحبي يا بنات. خلاص زي ما انتوا شايفين بقى النهاردة كده ايه، طلعت لكم بقى في فيديو بسيط، مش كل يوم بقى فيديو روتين واهم شيء، اهم شيء النية الصافية والقلب الطيب والقلب الحلو كده. يعني مثلا القلب ايه يكون نضيف من جوه وطاهر من جوه، واهم شيء النوايا، النوايا تبقى صافية. ويعني مثلا رحتي عند حد ونيته مش صافية بلاها منه. ويعني خلينا كده ايه، نيتنا تبقى حلوة ونحب بعض ونحب الخير لبعض. هي أهم شيء إن هي تبقى صافية وإن هي تبقى كويسة. وحتى لو ضيوف جاتلك ونيتهم من ناحيتك مش كويسة، عادي رحبي بيهم وقابليهم وقدمي الواجب، بس ايه كل واحد ونيته. والحمد لله على كل حال. ودايما دايما يا جماعة نحب الخير لبعض، والله والله هتبقى النوايا حلوة والدنيا هتبقى زي الفل، وربنا هيبارك لنا في حياتنا وفي دنيتنا، وربنا هيرزقنا برزق عيالنا كده. و... ودايما في مثل، لو رحت عند حد ونيته كده يعني مش كويسة، يعني التكشيرة في وشه دي لا. يعني أنا مثلا عندي ايه، قابليني ولا تغديني، يعني قابليني مقابلة حلوة ورحبي بيا أحسن ما تأكليني وتشربيني وانت نيتك مش حلوة من ناحيتي. أهم شيء الناس صافية، عشان في ناس اليومين دول نيتها مش صافية جدا جدا جدا، وبتبان قدامنا وبتبان على الحقيقة. وربنا يهدي الحال ويصلح الحال. أو أنا بقى تبلت السمك، عملت له التتبيلة بصل وثوم وفلفل بقى والتوابل السمك، وقطعت بقى بقدونس وطماطم. وإن شاء الله بقى نحشيها اهو مع بعضينا كده. وفيديو جميل وفيديو بسيط. ودايما دايما بصوا بقى، وادي البولتي بقى غسلته غسلة حلوة وهتبله بقى كده على السريع. وعملنا شوية رز. وادي كان اليوم بتاعنا النهاردة، فيديو بسيط جدا وفيديو حلو والله هتستفادي منه حتى لو بمعلومة بسيطة. ما تنسينيش بقى تشاهدي الفيديو من الأول للآخر وكومنتي حلو كده زيك يا قمر. وربنا يريح قلوبكم، ربنا يراضي كل مشتاق بالذرية الصالحة، ربنا ما يحرم حد من الرزق، وربنا يراضي الناس كلها بالخير والفرحة. ربنا يجبر كل خاطر حد بصوا بيتمنى شيء يلاقيه بإذن الله. كل حد بيتمنى خير لنفسه أو لغيره يلاقيه. أهم شيء تحب الخير لنفسك ولغيرك. أنا خلاص أهو تبلت بقى السمك بالتتبيلة الجميلة دي بقى، وبقدره بالردة، وحطيت في الجريلا ردة عشان ايه، او زيت عشان ما تلزقش مننا السمكية. وما شاء الله ما شاء الله طلع تحفة تحفة، والسمك ده أكل جميل جدا جدا. بس أنا جبته لهم إجباري، هو ده النهاردة غدانا، هي دي العقوبة بتاعتكم، يعني هي دي، مش كل حاجة بقى لحوم فراخ كده. خلاص والحمد لله على كل حال، ربنا يصلح حالكم ويرضيكم.
وما تنسونيش بقى بكومنت حلو ولايك واشتراك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مع ام احمد وانس. بدرنا بقى السمك اهو، تبلنا السمك وبدرناه اهو، ونزلنا عليه في الجريلا وحطينا في الجريلا شويه رده او شويه زيت حسب ما انت بتحطي وحسب رغبتك، حسب ما انت متعوده. برضه انا متعوده على الرده، الزيت بحس اللي هو بيلزق مني. والرز اهو موطين عليه وخلاص اهو زي ما انتوا شايفين بقى. فيديو جميل كده النهارده، وفيديو يعني بحكي لكم على اللي بيحصل معانا، بحكي لكم على اللي ايه اللي احنا شايفين، هو ده اللي بيحصل وهي دي الطبيعة. والحمد لله، ونحاول نلاقي الناس نتجنبها، ودايما نبقى في حالنا احسن، ونتأقلم مع نفسنا وبيتنا وعيالنا افضل من ناس كتير كده. خلاص يا ستي الكل، خلاص يا بنات، احنا بقى خلاص اهو قربنا نخلص بقى الشوي بتاعنا، وهنغرف معاكم. والف هنا وشفا على اللي كل، والف هنا وشفا على عيونكم وعلى قلوبكم. تعالوا اتفضلوا معانا بجد بجد، لقمة هنية تكفي 100. خلاص زي ما انتوا شايفين بقى، الفيديو النهارده كان فيديو جميل. انا غرفت الماما اهي وبعتلها، واهو خلاص خلصت الشوي اهو. هحط بقى التتبيله الخطيره الجميله دي، هنزل عليها، هتخلي السمك بقى ايه في حته تاني، في مودي تاني، حاجه فاخر من الاخر. اهو يا بنات، اهو خلاص، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. تعالوا بقى اتفضلوا معانا، احنا بقى داخلين نتغدى اهو. بصوا بقى ابني بقى الصغير بقى، شفتوا انس بمنكوشه، بشعره المنكوش. انا غديته طبعا وخدت له دش بعد اكلة السمك دي عشان ده طفلي طبعا. بصوا شايفين. تعالوا بقى اتفضلوا معانا، الف هنا وشفا على عيونكم وعلى قلوبكم. خلاص انا بقى ادم ابني بيقول لي بقى فصصيلي يا ماما. هي بقى وحشت السمك مع الصبيان، أو هي بقى اللي ايه لازم ايه انا اعمل لهم بايدي واكلهم، او ربنا يهديهم ويصلح حالهم، ربنا يخليهم، ربنا يرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة. والحمد لله على كل حال. واهو خلاص انا بقى ايه هفصص لهم. مادام بقى ابني مبتسم للحياة، بيقول لي لا اكليني يا ماما السمك، عملتي سمك اكليني. هو ده بقى ايه اجباري عليا انا بقى. او خلاص زي ما انتوا شايفين انا بفصص لهم اهو. اهو هدي الانس وبعد كده هدي الادهم. وكان فيديو بسيط وفيديو حلو والله، هنستفاد منه. وشكرا أوي على متابعتكم ليا، وشاهدي الفيديو من الاول للاخير يا ست الكل، هيعجبك حتى لو 5 دقايق. وشكرا أوي لمتابعتكم ليا وحسن استماعكم ليا، ويا رب يا رب دايما منوريني. وشكرا لمتابعتكم، مع السلامة.